تعلم أن ملعب طنجة الكبير سيصبح أول ملعب في أفريقيا يستخدم تقنية الألياف البصرية المتطورة التي تغير لونها تلقائياً؟ هذا التحول التكنولوجي سيغير مفهوم المنشآت الرياضية في القارة بأكملها. هذا مذهل حقا، وما يثير اهتمامي أن التقنية المستخدمة هي نفسها الموجودة في أشهر الملاعب العالمية. بالضبط، والأكثر إثارة أن المشروع يتم تنفيذه بالكامل بأيد مغربية. تخيل معي أن الواجهة ستتفاعل مع الإضاءة لتخلق تجربة بصرية فريدة في كل مباراة. وكيف سيؤثر هذا على تجربة المشاهدة خلال كأس العالم 2030؟ حسناً، دعني أشرح لك. الملعب سيكون قادراً على تغيير ألوانه حسب المناسبة. على سبيل المثال، يمكن أن يعكس ألوان الفرق المتنافسة أو يخلق عروضاً ضوئية مبهرة خلال الاحتفالات. وأن المثير للاهتمام أن عملية التركيب تتم على مراحل مدروسة بعناية. نعم، وهذا يقودني إلى نقطة مهمة. العمل بدأ في الواجهة الغربية وسيستمر لعدة أسابيع. المهندسون يستخدمون تقنيات متقدمة لتركيب الأعمدة العملاقة التي ستدعم السقف الجديد. وماذا عن المواصفات التقنية للمشروع؟ كل شيء يتم وفقاً لمعايير الفيفا الصارمة. الكابلات العملاقة المستخدمة في رفع دائرة السقف، على سبيل المثال، تخضع لحسابات دقيقة للغاية. والأهم من ذلك أن المشروع يراعي معايير الاستدامة البيئية. وكيف حيؤثر هذا على مكانة طنجة كوجهة رياضية؟ التأثير سيكون هائلاً. المدينة ستستضيف مباريات في كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. هذا يعني تدفقاً سياحياً غير مسبوق وتطوراً اقتصادياً كبيراً للمنطقة. من الواضح أن هذا المشروع سيترك بصمة في تاريخ كرة القدم الأفريقية. بالتأكيد، وما يميز هذا المشروع أيضاً هو التكامل بين الجانب الجمالي والوظيفي. النظام الضوئي المتطور لا يقتصر على المظهر فقط، بل يساهم في توفير الطاقة وتحسين تجربة المشاهدة. يثير ذلك على المباريات الليلية؟ هذا سؤال ممتاز. التقنية الجديدة ستجعل المباريات الليلية تجربة لا تنسى. تخيل معي ملعباً يتوهج بألوان متناغمة، يتفاعل مع حماس الجماهير وإيقاع المباراة. يبدو أن المستقبل قد وصل إلى الملاعب المغربية. نعم، وهذا يختم حلقتنا لهذا اليوم. ملعب طنجة الكبير ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو رمز للتطور التكنولوجي والطموح المغربي في عالم كرة القدم. نراكم في حلقة قادمة مع المزيد من القصص المثيرة.